أهلا بيكم. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. فيديو النهاردة هيكون مختلف شوية عن كل فيديو أنا قدمته من ساعة ما فتحت القناة معاكم. بس النهاردة فكرت فيها لأن احنا الوقت مناسب جدا للنقطة اللي أنا هتكلم فيها معاكم. وكمان اتسألت كتير قوي عن الموضوع ده، وقلت إن شاء الله حبيت إن أنا أفيدكم معايا وخليكم واثقين إن كل كلمة أنا بقولها نتيجة تجربة، فإن شاء الله هتستفيدي منها، بس تابعيني لغاية آخر الفيديو. والنهاردة بقى هقول لكم عن حاجات معينة محددة جدا جدا جدا، ازاي تعملي كنترول على الشهية، ازاي تنزلي في الوزن، ازاي حتى لو انت مش عايز تعملي دايت او تعملي او تلتزمي بخطة معينة علشان تنزلي في الوزن، ازاي توصلي لنتيجة حلوة قوي. واقل شيء ان انت ما تزيديش زيادة، بالذات بقى ان انتوا عارفين ان احنا كنا الفترة اللي فاتت دي بقى رمضان وعزوماته واكلاته الدسمة وما شاء الله، يعني ربنا يقعد كده علينا ايام بخير كلنا. وطلعنا من رمضان على شم النسيم والفسيخ بقى والرنجة، وإن شاء الله الأيام الجاية عيد الأضحى والفتة والممبار والأكلات الحلوة بقى واللحمة الضاني. فطبعا الكلام ده كله عاملنا كده قر على الميزان، وخلينا اللي هو إيه، خلاص بقى كلها كام يوم وهنتصدم بقى في الصيف لما نصيف كده، ونتصدم بقى لما نطلع الهدوم. طب وبعدين؟ فاتسألت كتير قوي الفترة اللي فاتت ازاي الواحد ممكن يحافظ على وزنه، وازاي كمان ممكن ينزل تمام وهو من غير اي دايت ومن غير ما يعني يبقى ملتزم بقى باللي هو ربع رغيف بلدي او شريحة توست واربع معالق فول وبيضة. لا، في ناس كتير قوي وانا منهم، انا مش بحب ان انا ابقى عارفة ان هبقى مقيدة بحاجة معينة. لا، انا احب ان انا اكل او ما احسش ان انا محرومة او الاكل قدامي متاح، وانا بقى يعني اقلل او ما اقللش او اكل او ما اكلش، دي حاجه ترجع لي انا. طيب النهارده هتكلم بقى في 4 خطوات بالظبط، هي الاربعه دول هتعمليهم كده مع بعض بجد، من اول اليوم الثالث هتحسي بالفرق. وعايزاكم كلكم تكتبوا في الكومنتس، لو لسه اول مره تشوفوني برضو اشتركوا في القناه واكتبوا لي في الكومنت انتوا بداتوا يوم ايه. وتعالوا بعد يعني تالت يوم او رابع يوم اكتبوا لي في الكومنت انتوا وصلتوا او حسيتوا بايه. تمام. اول حاجه خالص تعالي نتكلم في اول نقطه خالص. كتير كنا بنسمع لا الفطار لازم وجبه مهمه جدا ولازم تفطري وفطار كويس عشان تقدري تكملي اليوم. المعلومه دي غلط جدا يا جماعه. كل ما أخرتي الفطار كل ما اديتي فرصة للجسم ان هو يحرق من مخزون الدهون اللي جواه. فأول نصيحة أنا بديها لك إن أنت أخري فطارك على قد ما تقدري. يعني لازم تقضي كام ساعة بعد الصحيان صايمة. طيب صايمة عن إيه؟ عن الأكل فقط لا غير. يعني ممكن تشربي مية، ممكن تشربي حاجات سخنة، ممكن تشربي القهوة بتاعتك، الشاي بتاعك، النسكافيه بلاك، أو ممكن تحطي كمان عليه لبن على فكرة. أهم حاجة إن أنت ما تاكليش غير مثلا بعد ما يعدي عليكي 5 ساعات. يعني لو انت بتصحي مثلا الساعة 7، يبقى 8 9 10 11 12 واحدة مثلا ابدأي ان انت تفكري في الفطار. تمام. يبقى دي اول نقطة، حاولي ان انت تأخري الفطار بتاعك على قد ما تقدري. تاني نقطة بقى، اول ما تيجي تفطري هتفطري على حاجة اسمها الاوتوزامبيك، وده مشروب طبيعي جدا. الامريكانز جربوه في الفترة الأخيرة، طلع ترند يا جماعة، وفعلا جاب نتيجة هايلة مع ناس كتير. وانا جاي النهاردة اقولك عن تجربة فعلا عمل نتيجة حلوة جدا معايا. هينظم معاكي الهضم كويس جدا ما شاء الله. والناس اللي هي عندها صعوبة بقى في ان هي تهضم او بتحس ان القولون منتفخ معاها طول الوقت، لا الوصفة دي حلوة جدا. تاني حاجة هيحسسك بالشبع، وده نقطة مهمة جدا عشان تعملي كنترول على الكمية اللي انت هتاكليها. وتالت حاجة هيعمل معاكي اللي هو بيظبط لك بقى اللي هو حتة ايه، لا انا نفسي في حاجة حلوة فهقوم اعمل حاجة حلوة كده اخد اكلها. لا لا لا، انا عايزة حاجة حادقة بقى، يعني احنا حلينا فالحادة هيظبط معاكي الدنيا دي، اللي هو انت دايما حاسة انت عايزة تاكلي حاجة حلوة وشوية كده، لا طب نحدق بقى عشان نظبط الدنيا. هيعمل كنترول جدا للموضوع ده. الاوتوزامبيك دي عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن بديل للإبر، لو انتوا سمعتوا عنها، اللي هي الأوزمبيك. الإبر الأوزمبيك دي غالية جدا، وفوق 4000 يعني الواحدة أو أكتر من كده كمان، ومش متوفرة. وكمان لازم تبقى تحت إشراف طبي لأن هي ليها سايد إفكتس كتير جدا. طيب عملوا إيه بقى؟ جابوا نص كوباية شوفان،
كامل الحبة، بتشتريه من السوبر ماركت الكبير أو أي سوبر ماركت أو أي عطار، بتقولي له عايزة شوفان كامل الحبة، بتحطي نص كوباية من الشوفان ده وعليها كوباية مية وفي الخلاط، وحطي عليها نص ليمونية، تعصري عليها نص ليمونية ومعلقة صغيرة ممسوحة من القرفة، واضربي الكلام ده كله مع بعضه كويس واشربيه. يبقى أول ما تصحي من النوم هتقعدي مثلا 5 6 ساعات من غير أكل، وأول أكل ليكي هيبقى الأوتوزامبيك ده أو عصير الشوفان ده. تمام. بمجرد ما هتشربيه هتلاقي نفسك شبعتي أصلا، فهتقعدي كمان ساعتين اتليست يعني لغاية ما تبدأي تفكري انت جعانة. تمام. وغير كده لما تيجي تاكلي بقى تلاقي نفسك بتاكلي كميات قليلة لأن انت اوريدي شبعانة، فهتفطري فطارك العادي خالص، استخدمي العيش اللي انت حباه بالفول بالدنيا بتاعتك، انت لوحدك هتلاقي نفسك قللتي في الكميه. خلاص. طيب يبقى انا كده قلت لك اول نصيحه وتاني نصيحه، تعالي بقى تالت نصيحه. تالت نصيحه معايا هنا، قبل ما تنامي خلاص انت اكلتي والحمد لله بداتي فطارك متاخر، واقفلي بقى العشاء بتاعك بدري شويه. يعني انت مثلا لو فطرتي الساعه 1 ماكسيموم الساعة 7 8 تبقى دي آخر وجبة ليكي، مهما كانت دسمة أو مهما كانت فيها إيه الوجبة دي، بس حاولي الساعة 8 تكوني خلاص كده أنت قفلتي ومش هتاكلي تاني. والساعة 8 بقى قبل ما تنامي أو الساعة 8 أو قبل ما تنامي على طول، حتى لو نمتي مثلا 4 الفجر، حتى لو نمتي الساعة 2 يعني whatever بقى، هتعملي مشروب سخن بجد يا جماعة، هقولك إن هو سحر، بيعمل نحت للجسم بطريقة رهيبة جدا، بالذات منطقة البطن والخصر. والكلام ده على فكرة مش كلام، الكلام ده عن تجربة يا جماعة حقيقي. وطبعا بيبان بقى تأثيره على مش عايزة أقولك من تالت يوم في الشكل وفي الخفة بتاعتك، وإن أنت قادرة تتحركي، وبينظم الهضم معاكي، اللي هو الكمون بالليمون. هتعملي ايه؟ هتغلي ميه وتحطي معلقه كمون في المج بتاعك، وتحطي الميه السخنه عليه وعصره ليمونه ورشه جنزبيل باودر، رشه بسيطه، وغطي المج بتاعك ده وسيبيه كده لغايه ما يهدى يبقى دافي وبعدين اشربيه. بجد يا جماعة المشروب ده حلو جدًا، 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 هينظّم معاكِ الأكل، يعني هيخلّيكِ إن أنتِ عملية الهضم تمشي معاكِ حلو أوي، أي غازات بقى وأي انتفاخات في القولون والكلام ده ووجع المعدة والكلام ده هيختفي تمامًا من عندِك، وزي ما قُلت لِك الجنزبيل رشّة بسيطة جدًا علشان يسرّع معاكِ من عملية الحرق، هتلاقي نفسِك إن أنتِ جسمِك لوحده بقى ماكينة حرق كده، طبعًا وأنتِ واخدة القرفة مع الشوفان الصبح، فالقرفة والجنزبيل رهيب يا جماعة بجد. هتشربي كل يوم كوباية قبل ما تنامي whatever بقى، عايزاها بعد العشا على طول قبل ما تنامي على طول براحتك، المهم إن هو بالليل بعد العشا. أوكي تمام. طب إيه النصيحة الرابعة؟ النصيحة الرابعة واللي هي already هتيجي بعد ما تطبّقي ال3 خطوات اللي أنا قُلت عليهم، اللي هو إن أنتِ تأخّري الفطار بتاعِك، وتشربي مشروب الشوفان اللي هو الأوتوزامبيك، وتشربي مشروب الكمون بالجنزبيل بالليمون. بعد ما تعملي ال3 خطوات دول هتعملي معاهم إيه، إن أنتِ تقللي أكلِك شوية، مش كل الأكل، يعني أنتِ قدامِك البروتين كُلي منه زي ما أنتِ عايزة، أي بروتين اللي هو اللحوم أو الدواجن اللي هو الفراخ يعني، والبيض، الحاجات دي كُلي منها براحتك، ما فيش أي مشكلة خالص، لكن البقوليات خلّي بالِك منها شوية، ما تاكليش منها over و والسكريات طبعًا حاولي تقللي على قد ما تقدري، وصدقوني والله أنتم لمّا تمشوا على الأوتوزامبيك ده هتلاقي نفسِك أنتِ أصلًا ما لكيش شهية للحلويات أصلًا. فهتقللي السكر لوحدِك أوتوماتيك كده، فقللي السكر، قللي الدهون شوية. تمام. مش هاقول لِك امنعيها، بس حاولي تقلليها، يعني مش هاقول لِك بقى إن أنتِ يعني بلاش بقى البيض اللي هو المقلي في 3، 4 معالق سمنة أو مكعبين زبدة كبار، لأ خلّي الموضوع بالعقل يعني. طبعًا ما تاكليش أي بقى حلويات اللي هي الchips بقى والcookies والكلام ده، كُلي بس يعني مثلًا إيه واحدة 2 يعني على قد نِفسِك كده، بلاش إن إحنا بقى نجيب ونقعد ونسهر خلاص. يبقى إن أنتِ تقللي أكلِك شوية، مش كل الأكل، يعني براحتك تاكلي كل أنواع الأكل ولكن تقللي، بلاش تقللي بروتين براحتك، السمك اللي أنتِ عايزاه، الفراخ اللي أنتِ عايزاها، أي حاجة، قللي السكريات وقللي الدهون على قد ما تقدري. غير كده عيشي حياتِك خالص، أنتِ لوحدِك بعد ما زي ما قُلت لِك تشربي الكمون وتأخّري الفطار بتاعِك شوية وتشربي الشوفان، هتلاقي نفسِك أنتِ بقى طول اليوم لأ الحمد لله الشهية مضبوطة،
مش حاسة إن أنتِ جعانة، مش حاسة إن أنتِ مهبّطة بقى وعايزة حاجة حلوة عشان تفوقي، ولا حاسة إن أنتِ نِفسِك كده مموّعة شوية فعايزة حاجة حادقة، لأ، هتحسي إن الدنيا ماشية معاكِ ما شاء الله حلوة جدًا. بجد اتبعوا الخطوات دي وبجد، بجد هتدعوا لي. أنا الحمد لله متّبعاها بقى لي فترة بسيطة، وعايزة أقول لِك أنا شايفة نتيجتها، حتى أنا على فكرة ما قِستش بقى الميزان وكده، لإن بصراحة أنا واخداها كlifestyle. بلاش تشغلي نفسِك بالميزان وأنا نزلت قد إيه لأ، لإن إحنا هنا بنتعوّد إن إحنا إزاي ناكل بطريقة صحية وبطريقة معتدلة، حتى لو إحنا أكلنا فيه دهون كمصريين بقى وبنحب العزومات ومش عايزين نحس بالحرمان وكل الكلام الجميل اللطيف ده، بس إن أنتِ تبقي تاكلي مثلًا بدل ما تقعدي في الوجبة تاكلي رغيفين مثلًا أو 3 لأ، أنتِ بتاكلي maximum نُص رغيف، رغيف إلا ربع وتقولي ياه! أنا الحمد لله شبعت. وده على فكرة إن هو ده التعليم الدين بتاعنا الجميل، اللي هو إن أنتِ بتسيبي مساحة للنَفَس وبتسيبي مساحة للمَيّة يعني ما بتاكليش بقى لغاية ما تحسّي أنتِ مش قادرة، لأ، يعني ال الكام خطوة اللي أنا قُلت لِك عليها دي هتضبّط معاكِ الشهية جدًا، وهو ده مربط الفرس يا جماعة. يعني ليه إحنا بناكل كتير؟ والله مش فضا، مش إحنا فاضيين ولا كده لأ، إحنا بناكل كتير علشان إحنا شايفين الأكل قدامنا حلو، فإحنا نفسنا بتتفتح، فعندنا شهية عالية أوي، فلازم نعمل control للكلام ده، وبجد، بجد هتدعوا لي. امشوا على كل الخطوات دي زي ما قُلت لكم، أخّروا الفطار، أنتم لمّا بتأخّروا الفطار أنتم كده بتعملوا حاجة اسمها الصيام المتقطع اللي أكيد كلنا عارفينه، بس بتعمليه بالتدريج، يعني بدل ما أقول لِك الصيام المتقطع ونظامه كذا وده ممنوع وده مسموح، لأ، هو العامل الرئيسي فيه إن أنتِ بتجوّعي الجسم فترة معيّنة بعد الصحيان، علشان يبدأ إن هو يستهلك الدهون المخزّنة جوّه الجسم، فبالتالي أنتِ بتخسّي على المدى البعيد، وعلى فكرة مش البعيد أوي، يعني أنتِ لو مشيتِ بالخطوات دي لمدة شهر يعني ممكن تنزلي عدد الكيلوات اللي أنتِ عايزاها، طبعًا على حسب جسمِك. أقل حاجة يا جماعة، أقل حاجة هتحصل مهما كنتِ بتاكلي ومهما كان وزنِك إيه، أقل حاجة هتحصل معاكِ لو اتبعتِ الخطوات دي إن أنتِ مش هتزيدي، يعني whatever بقى أنتِ فوق ال90 وصلتِ لل100 ومشيتِ بالخطوات اللي أنا قُلت عليها دي، مش هتبقي 120 ولا هتبقي 110 لأ، أقل حاجة خالص والله بجد لأ وهتنزلي، يعني هتبقي في range أقل من اللي أنتِ فيه ده. تمام، فأتمنى إن أنا أكون فدتكم، أنا بجد من كتر ما أنا فرحانة بالنتيجة اللي أنا وصلت لها، بخلاف بقى إن أنتِ نزلتِ في الوزن، لأ أنتِ حاسة إن أنتِ خفيفة ومودِك تمام، بتاكلي بطريقة معتدلة، مش طول الوقت عايزة حاجة حلوة، مش طول الوقت عايزة حاجة عاتبة، مش طول الوقت عندِك إمساك وتعبانة ومعدتِك واجعاكِ، لأ هيضبّط معاكِ كل الكلام ده، كل مشاكل الهضم اللي عندِك بإذن الله إن شاء الله يعني هتتحل معاكِ بالخطوات دي. من كتر ما أنا فرحت إن أنا وصلت للنتيجة دي، وأخيرًا مع معاناة بقى لإن أنا من الناس اللي القولون عندي بيتعبني كتير أوي، قُلت إن أنا أشارك محبيني وحبايبي الغاليين على قلبي أوي اللي هُم بيدعموني في أول بدايتي للقناة. بجد أنتم غاليين جدًا، جدًا على قلبي، وأتمنى إن أنتِ لو لسه أول مرّة تشوفيني تشتركي في القناة، وما تنسوش بقى في الcomment تقولوا لي إيه رأيكم، وبجد تكتبوا التاريخ اللي أنتم هتبدأوا فيه، وترجعوا بعدها ب3 أيام، واليوم الرابع تبلغوني أنتم وصلتوا لإيه، وإيه النتيجة اللي أنتم لاحظتوها أوي بعد ما مشيتوا بنفس الخطوات اللي أنا قُلت عليها. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله لمّا يكون في حياتي حاجة حلوة وحاجة تجربة أنا حابة إن أنا أفيد بيها غيري، خليكم متأكدين إن أنا هاشارككم معايا فيها، وأشوفكم على ألف خير، واستنوا مني وصفات جاية كتير حلوة وفيديوهات أحلى، وأشوفكم على خير.